وغلب الحلوين، الجزء الخامس والأخير من ماريا. يلا نشوف عملت إيه. بس دلوقتي بزيادة، طبعا مع مرور السنين شخصيتي اتغيرت واتكونت، بقيت وواثقة في نفسي ومسؤولة عن ولدين. وبدل ما بقيت بقول تمام على كل حاجة، لأ، بقيت بناقش وبقول رأيي، ولو غلط بقول إن ده غلط فشافني متمردة. فشخصيتي اتغيرت وأنا شايفة إنها اتغيرت للأحسن. بس جوزي كان شايفني متمردة، بس بالعكس أنا شايفة إني كبرت بعقلي. وبسبب الحكاية دي مشاكلنا كانت كتير، لدرجة إننا كنا بنقعد أسبوعين ما بنكلمش بعض مع إننا في نفس البيت. هو ما بيروحش لأهله لما بنتخانق، وأنا بالنسبة لأهلي رجعت العلاقة معاهم، وهقول لكم إزاي. رجعت لأهلي بعد 3-4 سنين من خروجي من البيت. طبعا جوزي هو اللي اقترح عليا إني أرجع لأهلي لأنه شاف الوضع مش طبيعي، وقال بكرة هيجي لنا عيال وما ينفعش تبقي بعيدة عن أهلك كده. طبعا أرقام أهلي ما كنتش معايا، وهم عزلوا من المدينة اللي كانوا فيها آخر مرة. طبعا سافرت للبلد الأوروبي اللي أهلي فيه، وسألت الناس والجيران هناك وعرفت أجيب عنوانهم ورحت لهم. واللي ما كنتش أعرفه إن أهلي كانوا مشتاقين لي جدا، وكانوا بيدوروا عليا، وكانوا ندمانين قوي، وأبويا وأمي تعبوا. بعد ما رحت طبعا ما أقدرش أقول إن كل حاجة بقت تمام، لأ، لسه في حاجات موجودة ومش بروح لهم دايما. يدوب في السنة أسبوع أو أسبوعين، وما بنفتحش المواضيع القديمة أبدا، بس بنتكلم في الحاجات اللي بتحصل دلوقتي. يعني كان أغلب التواصل في التليفون، يعني زي ما قلت لكم ما كنش فيه زيارات كتير. يعني تقريبا أنا خرجت من البيت بقالي 12 سنة من ساعة ما انطرت، ففي ال 12 سنة دول شفتهم تقريبا 5 مرات، وعيالي شافوهم مرة واحدة بس. المهم لما كانت بتحصل مشكلة بيني وبين جوزي ما كنتوش بنكلم بعض، ولما كبرنا شوية وعيالي كبروا بقيت شايفة إن الوضع ده أبدا مش طبيعي، ولا وضع 2 متجوزين وحياة سعيدة. فطلبت الطلاق، واتطلقنا من 2 سنين. طبعا العيال احنا مدينهم حرية الاختيار مع إنهم صغيرين. طبعا بعد ما جبت عيالي وبحكم إنه حصلي حاجات في طفولتي مش كويسة خالص، فبقيت بخاف عليهم جدا. بخاف على عيالي لدرجة كبيرة، لدرجة إني مثلا ما بسيبهمش يلعبوا مع الجيران لوحدهم، لازم أكون معاهم. طبعا أنا مش بخنقهم، لاني عارفه ان ده ما ينفعش، ولما بيروحوا عند ابوهم دايما بتصل وانبههم يسيبش حد عندهم. والحمد لله دلوقتي مستقله مع عيالي. طبعا اهلي لسه عايشين في البلد الاوروبي الاولاني، لما بروح لهم زياره مش بسكن عندهم خالص، باجر لي فندق. طبعا بخصوص عمي اللي اعتدى عليا، هو عايش دلوقتي في بلدي الام. البلد العربي، متجوز، والراجل ده اصلا ضايع وحياته تعيسه، واهله ابدا مش مرتاحين لا نفسيا ولا ماديا. من 5 سنين عمي خد رقمي من امي. طبعا من 5 سنين يعني كان عندها 25 سنه وهي دلوقتي 30. اتصل بيا عشان يعتذر على اللي عمله فينا، ولما كلمني قعدت أدعي عليه، دعيت من كل قلبي وأنا بعيط، وقلت له يا رب يحصل فيك زي ما حصل فيا. مش عايزة لعيالك ولا مراتك يحصلهم حاجة، انت يا رب تتعذب واشوف فيك يوم. وقفلت وعملت له بلوك. طبعا صاحبة القصة بتقول حكايتي مع عمي محدش يعرفها أبدا غير ربنا وأنا، ودلوقتي انت يا ساندي بتقوليها، ولو اتعرفت ما عنديش أي مشكلة، لانهم ما يعرفونيش شخصيا، وبحكم اننا مسلمين لازم ناخد بالنا. طبعا بقيت متماسكه بديني وتربيه عيالي، ودلوقتي انا كويسه، بس بتعالج نفسيا بحكم اللي مريت بيه، وده شيء طبيعي جدا. طبعا صاحبه القصه يا جماعه بعتت لي حكايتها، وبعد ما سمعت الحكايه سالتها سؤال. قلت لها طيب ليه ما قلتيش لاهلك على اللي حصل لحد دلوقتي؟ خلاص ليه ما يعرفوش الحقيقه؟ قالت عشان الموضوع ده بقاله 15 سنه، لو قلت لاهلي ممكن ابويا يحصل له حاجه واعذبهم اكتر، وبحس انه شيء اناني، لاني هتعبهم وارتاح انا مش عايزه كده. انا استحملت كل السنين دي واقدر استحمل. كان المفروض من اول ما حصل الموضوع اني ابلغ او اعمل اي حاجه، بس خلاص دلوقتي مفيش حاجه هتنفع، مفيش حاجه هتتغير، وانا خلاص استحملت كلام العيله كل السنين دي. يعني لو قلت لابويا دلوقتي ممكن الموضوع يوصل لدم فعلا. مش هيسيب عمي في حاله، وابويا يعمل فيه حاجه وابويا يروح يتسجن. طبعا قبل ما اقول رايي الشخصي، طبعا يا جماعه صاحبه القصه بتتعالج نفسيا، وقالت لدكتورها النفسي هي هتحكي لي القصه واني هنشرها. فالدكتور النفسي اتبسط جدا وقال ان دي خطوه جميله جدا. القصه دي بعد ما نسمعها بلازم نقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا. ما تنسوش تشتركوا في قناتي على اليوتيوب. اشوفكم في قصه جديده. سلام.